باشا دي ما اسمهاش نتيجه تقيله، دي اسمها فضيحه. دي اسمها فضيحه في ملعب 30 يوليو، اسمها فضيحه، ما اسمهاش نتيجه تقيله. دي ما اسمهاش نتيجه تقيله خالص، دي فضيحه. 3-0 3-0 ايه ده؟ ايه 3-0 دي؟ والله العظيم ما زعلان، والله العظيم فرحان فيكم، والله العظيم فرحان في مجلس اداره النادي الاهلي، وفرحان في الجهاز الفني ده عشان يغوروا في 60 داهيه بقى. واي لعيب في ايا كان هو مين واسمه ايه في النادي الاهلي ملوش لازمه، يتكل على الله، يتكل على الله بجد حرفيا. اي لعيب في النادي الاهلي ايا كان اسمه ايه ملوش لازمه، يتكل على الله يمشي. اي لعيب جاي له عرض سرحوه، دي مش لعيبه، دي مش لعيب الكوره، دي كده اسمها فضيحه، ما اسمهاش نتيجه تقيله. الاهلي اتفضح فضيحه المطهر يوم طلوع على المعاش من نادي بيراميدز في ملعب 30 يوليو. وناس بتزعل قوي قوي لما مثلا تطلع من بق كلمه ان بيراميدز كعبه عالي شويه على الاهلي. لا، هو كعبه عالي على الاهلي. لا، بيراميدز احنا بنكسبه بالعافيه. لا، بيراميدز احنا بنعمل حساب جامد جدا لماتش، واكتر من ماتش الزمالك. يمكن ما بنعملش حساب لماتش الزمالك بالطريقه دي، ما بنبقاش خايفين من ماتش الزمالك بالطريقه دي. بس ايه ده؟ 3-0 3-0. ده احنا قلنا بعد تعادل الزمالك مع انبي هتنزلوا تاكلوا النجيله، حرفيا تاكلوها. الجعان هيمسك النجيله وياكل فيها واقف في ارض الملعب. ايه الخرا اللي احنا بنتفرج عليه؟ ايه القرف اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل لاعب متهاون، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي جاب مدير فني زي يستروب ده، حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد مقصر داخل النادي الاهلي. على الدغري، على الدغري، والله العظيم ما نستاهل ولا نستحق ولا نستاهل دوري ولا نستاهل نلعب في افريقيا ولا نستاهل اي حاجه الموسم ده ولا الموسم اللي بعده. اعمل بقى كده، شوف بقى، رمم بقى القرف اللي احنا بنشوفه ده، القرف اللي احنا بنشوفه ده كله لازم يترمم بامانه يعني، بامانه. لان لا في عين بتشوف ولا في حد بيبص ولا في لعيبه بتلعب ولا في عقوبات بتتحط ولا في اي حاجه. وشايفين ايه؟ معرفش انتوا ملخومين في ايه، ولا انتوا دماغكم سرحانه في ايه، ولا ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي الفترات الاخيره دي؟ بجد ما نعرفش. بس اللي احنا بنتفرج عليه ده قرف كروي، قرف كروي. يا كابتن محمود يا خطيب، يا كابتن محمود، الراجل ده ما يكملش حتى الثلاث ماتشات اللي فاضلين في الدوري، وربنا ما يكملهم حرفيا يعني، عشان ده كتير جدا اللي بيحصل ده. واحنا فعلا، انا واحد من الناس، وانا اتكلم عن نفسي، انا مش زعلان عشان احنا ما نستاهلش. انا مش زعلان ليه؟ عشان احنا ما نستاهلش الفوز، مش بالبطوله، لا، ما نستحقش الفوز بالمباراه دي. شكرا ليكم، سلام عليكم.